مدرب أورلاندو بايرتس يعترف بالفضيحة التحكيمية. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. مدرب نادي أورلاندو بايرتس خوسيه ريفيرو أقر باعتراف خطير جدا، وذلك بعد انتهاء مباراته مع النادي الأهلي والتي انتهت بفوز فريق أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف، وتصدر من خلالها مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. خوسيه ريفيرو قال في تصريحاته: النهاردة كانت مباراة قوية جدا جدا أمام فريق كبير بحجم النادي الأهلي، ووصف النادي الأهلي بأنه أكبر الفرق الإفريقية على الإطلاق، وقال إن هو لم يرى فريق مثل النادي الأهلي في إفريقيا، واعترف إن النادي الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا وقادر على حصد أي بطولة بغض النظر عن النتائج في دور المجموعات. خوسيه ريفيرو قال إن حكم المباراة النهاردة أهدانا هدية أمام النادي الأهلي. إيه هي بقى الهدية يا خوسيه ريفيرو؟ قال إن بعد مشاهدتي للهدف الثاني للنادي الأهلي اللي تم إلغائه تأكدت إن حكم الراية أخطأ في احتساب التسلل والهدف كان صحيح. وقال إن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ما ينفعش إن يكون من غير تقنية الفيديو أو تقنية الفار. الراجل أقر واعترف إن الهدف الثاني اللي سجله النادي الأهلي وهو كان هيبقى هدف التعادل، قال إن الهدف صحيح 100%، ولكن حتى لو كان الأهلي تم احتساب الهدف الثاني له كنت برضه هفضل متصدر لهذه المجموعة. الراجل اتكلم كلام محترم جدا عن النادي الأهلي وعن جماهير النادي الأهلي، وبارك للاعيبته طبعا على الفوز، وقال هارد لك لجمهور النادي الأهلي العظيم، وشكر جمهور النادي الأهلي وقال إن الجمهور ما بطلش تشجيع من أول دقيقة لآخر دقيقة حتى وفريقه كان خسران أمامنا في أرض الملعب. دي كانت بعض تصريحات المدير الفني خوسيه ريفيرو لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.